عليكم، اهلا بكم في قناتي. انا حسناء الشريف، وفي الفيديو ده هو عباره عن اسئله انت سالتوها لي، واسئله دايما بتتسال اصلا، اغلبها عن ثالث ثانوي. هجاوب عليها ان شاء الله يعني، واتمنى ان انتوا تستفادوا منها. طيب، اول سؤال كان بيقولي هل ممكن حد يهتم بالادميشن وفي نفس الوقت يجيب سكور عالي في ثالثه يعني. انا حبيت ابدا بالسؤال ده في الاول عشان الناس اللي تبقى داخله في الادميشن حاليا، بالذات في الشهر 8 و9 وكده، بتبقى لسه في بدايات التقديم وبتبقى مش عارفه تمشي ازاي. فانا كحسناء يعني كنت بادئه ان انا اقدم برضو. بس الفكره يا جماعه ان في حرفيا شروط معينه لازم تتاكدوا ان انتوا عاملينها عشان تدخلوا جوه البروسيس بتاعه الادميشن. عشان يعني انا كنت من الاشخاص اللي دخلت في الادميشن بتاع اللي هو اليو اس اي وكده، وفي الاخر يعني ما اتقبلتش. الحمد لله يعني كان مكتوب لي ما اتقبلش يعني، بس يعني ضيعت فيها وقت كتير قوي بسبب ان انا ما كنتش عارفه هل انا اصلا يعني مؤهله ان انا اقدم ولا لا. فده يعني لازم الاول الانسان يشوف هل هو مطبق شروط معينه ولا لا. من الشروط اللي لازم تعرفوها في الاول ان لازم الانسان يبقى عارف هو هيقدم على ايه. يعني انتوا محددين الميجر، حتى لو يعني مش محددين، ولازم تبقوا عارفين ان يعني انتوا قدامكم مثلا كمبيوتر ساينس، مش عارفه بايو انفورماتكس، الحاجات دي يعني الميجرز بتاعت بره. يعني ما ينفعش انسان مثلا يبقى عايز يدخل طب ويقول لك انا بقدم بره وبجرب وخلاص، يعني انت كده بتضيع وقت. لازم تبقى من الاول مثلا في كام ميجر على الاقل في دماغك ممكن مستعد ان انت تدخلهم بره، او يعني طريق محدد انت رسمه ليك بره. لازم يبقى عندك حاجه زي كده. ما ينفعش تبقى بتقدم بره وانت اصلا مش عارف انت تدرس ايه بره يعني، او عايز تسافر وخلاص مجرد ان انت تتفسح او كده يعني. دي اول حاجه ما تنفعش. تاني حاجه لازم الانسان يعني حاليا في شهر 7 و8 يبقى مثلا واخد توفل او ايلتس، او يبقى يعني اوريدي جاهز لهم، عشان يعني طالما السنه بدات ما فيش وقت قوي ان الانسان دلوقتي يحضر توفل او ايلتس او اي سي تي. يعني انا كنت بادئه اي سي تي احضر له من شهر 6، وخد مني كتير قوي في 6 و7 وكده، ودخلت بس السكور بتاعي ما كانش عالي يعني قوي، فمعرفتش اقدم بيه بره. فلازم الانسان يعني اللي بيتدربوا حاليا يبقوا اوريدي خدوا اي سي تي، او يبقوا مثلا هياخدوا الشهر اللي جاي ده كده بالكتير يعني، ويبقى السكور بتاعهم معدي 26. يعني لو انتوا معديين 26 في فرصه ان انتوا تقبلوا 26 27 28. اعرف ناس اتقبلت في 26 27، لكن قبل كده بيبقى صعب. ممكن اصلا يعني حوار اللي انتوا تاخدوا اي اس تي ده ممكن ما تاخدوش. يعني في ناس برضه اعرفها اتقبلت من غير الاي اس تي اساسا، كانوا واخدين ايلتس او توفل او دولينجو حتى. في ناس اتقبلت يعني بالامتحانات اللي زي كده، وفي ناس اتقبلت سوري من غير اي حاجه من دول، اللي هم الناس اتقبلوا في مينيرفا. فلازم الاول تشوف يعني انت حابب تاخد ايه من الامتحانات دي. طبعا لو خدت اي سي تي دي حاجه يعني بتعلي شويه من مستوى الابليكيشن بتاعك، خصوصا لو هتقدم على الجامعات الكبيره يعني اللي لها اسمها شويه في امريكا، يعني عن مثلا مينيرفا تعتبر لسه جامعه جديده شويه. هما مش بالنسبه لهم مش عايزين ولا اي سي تي ولا ايلتس ولا توفل اي حاجه، فالموضوع فيها اسهل يعني. فممكن لو انسان مش حابب ان هو يتعب قوي في حوار الادميشن او مش عايز يديله وقت كتير، يجرب ان هو يقدم على مينيرفا يعني. ومينيرفا بيفضل التقديم عليها مفتوح كتير قوي. انا فاكره انا اصلا كنت بقدم عليها في شهر 5 تقريبا او حاجه كده يعني. لا سوري، مش 5، شهر 3. فالتقديم بتاعها بيفضل يعني في كذا راوند للادميشن، فمعاك وقت كتير قوي انت تقدموا على مينيرفا، يعني مش هتقدموا عليها من دلوقتي خالص. اما بالنسبه بقى للجامعات، لو حد ناوي يدخل في الكومن اب وكده، فلازم الاول حاجه تبقى برضو عندكم بيرسونال ستيتمنت مكتوبه كويس، عشان البيرسونال ستيتمنت دي كانت بالنسبه لي عائق كبير قوي. ما كنتش عارفه اكتبها، وقعدت كتير قوي فيها، كل شويه اكتب واحده واوريها لحد يقول لي وحشه، فيعني خدت مني وقت كتير قوي. فلازم تبقى كاتب personal statement. لازم يبقى عندك حد بيساعدك في الادميشن، سواء كونسلر المدرسه او حد مقبول اصلا بره وفاهم كويس في حوار التقديم ده وعارف هيساعدك بجد. لازم تبقى نوعا ما عارف ايه اللي جوه الكومن اب او ماليه اصلا، او يعني عارف بالظبط كل حاجه مطلوب منك فيها قد ايه، عارف الريكومنديشن ليترز هتتكتب ازاي او مين هيكتبها لك. فلازم في حاجات كتيره قوي تبقى انت اوريدي مجهزها. لو انت مجهز الحاجات دي من السنين اللي فاتت، واصلا عندك اكسترا كوريكولر اكتيفيتيز كويسه، وكنا نوعا ما بتسلك في حوار السمر بروجرامز والحاجات دي، فماشي، دي كلها علامات ان انت ممكن تقدم فعلا وتمشي في الطريق ده. لكن لو انت شخص ما كنتش اصلا بتتقبل في السنين اللي فاتت في السمر بروجرامز او الحاجات دي، ما كنتش بتعمل انشطه كويسه، مش كاتب بيرسونال ستيتمنت، ما عندكش كونسلر كويس في المدرسه، ما عندكش حد يساعدك في التقديم، ما عندكش خبره اصلا في التقديم، فلا ما انصحش الصراحه، عشان ده بيضيع وقت كتير قوي. ومش اي حد هيقدر بعد ما هو ضيع الوقت ده كله ان هو يلحق
ثانوي تاني. يعني هي قدرات، يعني هي بتختلف. يعني في ناس ممكن تضيع الوقت ده كله وتلحق، وفي ناس ممكن تضيع الوقت ده كله وما تلحقش. فساعتها هي هتندم، يعني عشان هي ساعتها هتكون ما لحقتش ولا بره ولا لحقت جوه مصر. بس يعني بما ان الطريق بره حلو ومفيد ويستحق فعلا الواحد يضحي شويه من ثالث ثانوي، فانا شايفه ان لو الانسان يعني مدي شويه للتقديم من قبل كده وعنده فكره للتقديم، فلا يكمل في الطريق ويقدم فعلا، عشان ممكن يعني ربنا يوفقه ويتقبل، مع ان اللي بتقبله مش كتير، بعدين قليل، بس ممكن يعني تجيله الفرصه ويتقبل وكده. لكن لو الانسان اصلا مش واخد ستيبس في الموضوع ده ولسه بيبدا من الاول ولسه بيتعرف من الاول زي حالتي كده، لا ما انصحش حد يعمل كده. عشان انا ضيعت وقت لغايه شهر 2 في حوار الادميشن ده، وكان كل شويه بقى اللي هو تشيك يور ميل تشيك يور ميل، والريجكشنز كتير قوي، والكومن اب ما كانش سهل، وان انا احاول اشوف الريكومنديشن ليترز واشوف اكتبها ازاي ومين هيساعدني. طبعا مدرسين المدرسه عندنا كانوا بيحاولوا هما يسبورت باكتر قدر ممكن، بس ستيل برضو ما كانش فيه الخبره الكافيه اللي تساعد ان انا اتقبل في حاجه زي كده يعني. فما انصحش ان حد لو ما عندوش الامكانيات او مش مجهز كويس ان هو يقدم على خطوه زي كده. ولو حد امتحن مثلا اي سي تي في شهر 8 مثلا، ما انصحوش برضو ان هو يمتحن تاني في شهر 9، عشان غالبا مش هيلحق يتحسن. التحسينات بتاعه الاي سي تي بتاخد فتره طويله، يعني على الاقل شهرين كده. فما انصحش ان حد يمتحن اي سي تي في شهرين ورا بعض خالص. ممكن لو حد ناوي يمتحن واحد اي سي تي ويمتحن واحد تاني توفل وايلتس. عشان انا امتحنت 2 اي سي تي وشفت يعني كان الافضل ان انا امتحن توفل او ايلتس، يعني عشان كانت ممكن تفيدني بعد كده مثلا في الادميشن بتاعت اليو اس اي. سوري اليو اس 8 مش بتحتاج الادميشن بتاعت الاي يو سي. الادميشن بتاعت الاي يو سي بتبقى محتاجه توفل او ايلتس في بعض المنح بتاعتها. فاعتقد يعني ده كان هينفعني اكتر. ده غير كمان ان في بعض المنح في امريكا برضو بتبقى لازم دولينجو او ايلتس اطول. يعني في جامعه كنت بقدم عليها، بعد قدمت عليها اكتشفت ان الانجليش ريكويرمنت مش اوبشنال، او ما فيش ويفر للانجليش ده. فيعني زنقت ساعتها ان انا كنتش واخده الامتحان وبس. يعني فزي ما قلت كده، لو حد مجهز يقدم، محدش مجهز لا بلاش. يقدم على الحاجات اللي هي في السيف زون، زي مثلا مينيرفا مش تخسر اي حاجه، والابلكيشن بتاعتها مش طويله، فيقدم عليها دي. لكن الباقي ده اللي محتاج كومن اب ومحتاج مجهود، لا بلاش احسن. انا فاكره برضو يعني ان على السنه بتاعتي وكده في حد من الدفعات الاكبر جه ونصحنا وقال لنا يا جماعه الناس اللي كانت بتقدم ما عرفوش يجيبوا مجموعه في الاخر، ومفيش حد منهم اتقبل غير هو واحد. ماشي، هو نوعا ما عنده حق في الموضوع ده، ان فعلا اللي بيتقبلوا يبقى عددهم قليل. ولكن ده ما يمنعش ان لو حد مجهز كويس للادميشن هو يقدم، عشان اصلا فرصه ان احنا نطلع بره مصر في السن ده بتبقى قليله. يعني بعد كده هتضطروا انتوا تقعدوا سنين الجامعه كلها عقبال ما تعرفوا تسافروا بعد كده في حاجه تاني يعني. فاعتقد ان الانسان لو قادر هو يقدم، فلا ما يسيبش الفرصه دي ويقدم فعلا. ولكن هو لو مش مجهز ما فيش معاه حد يساعده، بلاش، عشان هيضيع وقت بلا هدف وهيتعب. يعني انا بدأت السنة من شهر 6 بسبب حوار الادميشن ده، وقعدت من 6 لتقريبا اخر واحد او اول 2 بقدم. فتعبت، يعني بذلت مجهود كبير قوي، سواء في تحضير الاي سي تي او سواء في الكومن اب او في اي حاجه من الحاجات دي، بذلت مجهود كبير قوي. طبعا مش هقول يعني ان ده ما فادنيش، لا هو فادني. يعني انا اتعرضت لكميه انجليش رهيبه وانا بكتب، وكتبت كتير وحليت اي سي تي كتير قوي. فده كله فادني بعد كده، وفادني في حوار التايمر في اليو ار تي. فيعني كان ليه فايده اكيد، ما فيش حاجه ما كانش ليها لازمه. ولكن كان مجهود يعني ما استفدتش منه في الاخر، يعني ان انا ما اتقبلتش. ولكن هي كانت تجربه حلوه بالنسبه لي يعني. وعلى فكره لو حد قدم في ادميشن، ويعني حتى لو هو كان مجهز وبعد كده خد ريجكشنز وما اتقبلش، فهو ليه فرصه ان هو يبقى ليه مجموعه في ثانويه عامه، فرصه كبيره عادي جدا يعني، مفيش اي مشكله. عشان حرفيا يا جماعه تقريبا اللي بيذاكر من اول السنه لغايه شهر 2 ده كوم، ومن اول شهر 2 للاخر السنه ده كوم تاني خالص. يعني محدش اللي هو في اسئله برضو كتير قوي اللي هو يا جماعه انا بداتش، هل انا اتاخرت؟ يعني مش عارفه، هو انت اتاخرتش، هو يعني لغايه حتى قبل الامتحان بشهر فانت كده ما اتاخرتش. لا هو اتاخرت بالنسبه ان انت تلم المنهج كله يعني، بس هو ستيل يعني في وقت. يعني هو من اهم قواعد ثانويه عامه. يعني انا كان في 5 قواعد كده بتاع عايز اقول لكم عليها. طبعا اول حاجه علاقه الانسان مع ربنا، طبعا دي اهم حاجه. يعني هي حاجه دايما بتتكرر بس هي مهمه جدا يعني. وثقته في ربنا ان هو ربنا هيوفقه دايما. ثقته بنفسه، الانسان لو فقد ثقته بنفسه مش عارف يكمل حاجه اساسا.
يعني لو جه في النص وحس ان هو مش هيعرف يجيب المجموعه مش هجيب. يعني انا جيت مثلا في النص كنت واخده ريجكشنز من كل الجامعات ومتاخره مع كل المدرسين، ومتاخرت كمان عن المدرسه اللي هي اصلا بتبقى متاخره. وبس يعني الحمد لله الانسان كان واثق ان هو يقدر يعمل الحاجه دي يعني، فما يأس يعني، فضل مكمل وخلاص. تالت حاجه المقارنه، وده برضو كان سؤال وكنت حابه اجاوب عليه. واحده كانت بتسالني ان هي بتقارن نفسها بالناس. طيب هو المقارنه، في مقارنه ايجابيه اللي هو الواحد بيشوف زمايله مثلا وصلوا فين، منهج بيذاكروا ازاي، يحاول ان هو يسالهم، يستفاد منهم، يتعلم منهم. دي بحس ان هي مقارنه ايجابيه، يعني الواحد يشوف مين احسن منه واحسن منه في الماده دي ليه، مثلا يحاول يتعلم منه كده ويستفاد منه. لكن المقارنه السلبيه اللي هو مثلا صاحبتي جابت اعلى فانا كده افشل، فانا خلاص بقى ما كملش، هي اشطر مني اكيد هي هتطلع من اوائل وانا مش هطلع. لا انا شايفه ان دي حاجه يعني الانسان يتجنبها ازاي، بان هو يركز على نفسه. الانسان لما بيركز على نفسه بيبتدي يشوف ان هو عنده مميزات مش عند غيره، وان هو عنده قدرات مش عند غيره. وفي اخر السنه والله مش بتيجي بالحسابات خالص. يعني احنا في اول السنه كنا بنقول فلانه وفلانه وفلانه دول اوائل المدرسه وش، ومثلا انا ما كنتش متوقعه اصلا اطلع من اوائل المدرسه عشان انا كنت متاخره وكده. بس بيجي في الاخر بجد وكل الترتيبات وكل الحسابات دي بتتغير. احنا بعد ما شفنا الترتيب عندنا وشفنا الدرجات، يعني بجد سبحان الله الحاجات غير اللي احنا كنا متوقعينها وغير اللي اي حد اصلا كان ممكن يتوقعها. فهي بتبقى في الاخر توفيق ربنا يعني. فمهما قارنتي ومهما شفتي في الاخر بيبقى المكتوب لك اللي بتاخديه. فالافضل الانسان يركز على نفسه. لما بيقارن وبيجلد ذاته ده بيخليه خلي نفسيته وحالته النفسيه تضعف شويه وتقل، فده بيخليه ما يذاكرش كويس او ما يبذلش اقصى ما عنده. اهم حاجه في ثالث ثانوي ان الانسان يحافظ على نفسيته، والله دي اهم حاجه. يعني الانسان ما يقعدش يجلد ذاته عشان ما ذاكرش، لا هو ممكن لو ما ذاكرش يبتدي يسال نفسه انا ما ذاكرتش ليه، انا اكيد زهقان، فيروح يلعب. هو ده التفكير السليم. وبعد كده لما يحس ان هو رفع عن نفسه enough يروح بقى يذاكر. اللي هو في مقوله كده اللي هو ايه، study hard و play harder. دي اكتر يعني المقولات اللي انا بصدقها فعلا. الانسان لو لعب كويس ويعني زي ما بيقولوا كده خربها واستمتع وهو بيلعب، هيرجع يبقى عنده طاقة ان هو يذاكر اكتر بكتير. لكن لو انسان لو فضل يجلد في ذاته، جلد الذات ده ملوش اي لازمة يعني. تمام. طيب في سؤال تاني، ازاي تبطل مرقعة في سنة تالتة والسوشيال ميديا وكده. تمام. هو بالنسبه لي انا الموبايل بتاعي كان اصلا السبيس بتاعته او المساحه بتاعته ما كانتش مكفيه للابليكيشنز، خصوصا ان احنا عندنا في الواتس بقى لما تدخلي في الجروبات والتليجرام بتلاقي ان الرسائل بتبقى كتيره قوي، والملفات بقى والبي دي افات والماتيريالز بتبقى كتيره قوي. فحرفيا الموبايل بتاعي ما كانش مستحمل، فده اللي خلاني احذف كل الابليكيشنز من عندي، حذفتها كلها عشان السبيس. فبس ده يعني خلاني ما ادخلش على السوشيال ميديا كتير. فدي كانت حاجه مفيده. فاللي يقدر يحذف الابلكيشنز يحذفها، بس مش لدرجه ان هو يعني ينفصل تماما عن العالم، لا. يعني انا حتى في ليالي الامتحانات في اخر السنه كنت بدخل على الفيسبوك عادي. بس اهم حاجه ان الانسان ما يبقاش يدخل 24 ساعه يعني، ولا 5 ساعات في اليوم الكلام ده لا. يعني الانسان يدخل مثلا نص ساعه، ساعه بالكتير ده يعني. بس في الاول عادي يعني، في الاول عادي يدخلوا كتير. لكن هتيجوا في شهور الامتحانات دي لا، يعني قللوا على قد ما تقدروا، خلوها نص ساعه، ساعه كده يعني. بس حوار ان الانسان يحرم نفسه تماما من السوشيال ميديا ده، بحس ان يعني معروفه اي حاجه ممنوعه بتبقى مرغوبه يعني. فلا الانسان ما يمنعش نفسه من السوشيال ميديا تماما، عشان هو ناس اصلا هيزهق وهيتخنق. يفتح اي سوشيال ميديا ويشوف الناس بتنزل ايه ويشوف الماتيريالز ويفتح ويشوف وكده يعني. بس ما يقعدش كتير يعني. ممكن بيبقى في حاجه اسمها سكرين تايمر، حاولوا تشوفوا انتوا قعدتوا قد ايه على الابلكيشن ده. يعني انا عندي مش عارفه هو ده في الايفون وكده، فبيظهر قعدت كام ساعه مثلا على الواتس، قعدت كام ساعه على الفيسبوك. فكنت بشوف مثلا انا قعدت قد ايه. يعني كان في ايام مثلا ممكن اقعد 12 ساعه على الواتس. حرفيا كنت بشوف ارقام غريبه. فلما كنت بشوف الارقام دي يعني كنت بحاول اشوف يعني اقلل في الموضوع ده، او اشوف الابلكيشن لو هو بياخد مني وقت كتير وملوش لازمه، زي مثلا سناب شات كنت بقعد مثلا عليه 3 4 5 6 ساعات. فهو طبعا ملوش لازمه يعني، ده مش ابلكيشن عليه اي حاجه، فحذفته عادي. ابلكيشنز ثانيه مهمه زي الواتس مستحيل احذفها، كنت بحاول ان انا اقلل استعمالها يعني. طيب جينا لاهم سؤال، اهم سؤال بجد، وهو الدروس. الدروس عملت ايه في الدروس؟ طيب مبدئيا كده الدروس انا انصح ان انتوا تقللوها على قد ما تقدروا. يعني على قد ما تقدروا قللوا الدروس خالص.
يعني خدوا دروس في المواد اللي انتوا فعلا مش تسلكوا فيها لوحديكوا. طبعا دي بتختلف من شخص للتاني. انا مثلا كنت باخد دروس تقريبا في معظم المواد، بس ما خدتش درس في الانجليش. اخدت اخدت مع مدرس تبع عام عشان يشرح لي جرامر، عشان انا بس ما كانش عندي خلق ان انا اشوف الجرامر وكده يعني. وكان شرح حلو، هو منزل حاجات فري على اليوتيوب اسمها تريكات كده، كنت بشوفها ليله الامتحان. هو اسمه وائل ميلاد، موجود عندنا في المنيا يعني. آم، لو حد، وهو بيدري اونلاين برضو يعني، بس هو عامه بينزل فيديوز كتيره قوي، كتيره موت. فهي دي كتيره قوي بالنسبه لعندنا في ستيم يعني. الدرجات على الانجليزي مش كتيره، الانجليزي جرامر يعني مش كتير، فمش لازم تاخدوا معاه من اول يعني، ممكن تحضروا معاه مراجعات بس ولا حاجه. بالنسبه للعربي ف يعني انا خدت درس عشان كنت حاسه ان هو هيخليني اتابع اكتر يعني. بس هو لو تقدر تاخدوا درس في البيت تبقى حاجه حلوه قوي عشان اسلكوا يعني، اللي هو اوفلاين. لو مش قادرين فخدوا اونلاين يعني. اكيد كلكم عارفين مدرسين العربي عندنا في ستيم. اسم المدرسه حلو وانت ماشي لوحدك كويس في العربي فخلاص يعني مفيش داعي. لو انت مش كويس في النحو فلا، خد درس في النحو عشان النحو مهم والنحو مفيد. الباقي بيبقى حفظ، الباقي بيعتمد عليك انت. النصوص والبلاغه والادب والحاجات دي كلها حفظ صم يعني، مش محتاج اي حاجه، محتاج انت تحفظها وتسمعها، حد يسمعها لك. لو عارف تمشي فيها لوحدك مشي فيها، مش محتاجه مدرس. ده بالنسبه للعربي. بالنسبه بقى للمواد الفرنش او الجيرمان، خد درس طبعا. انا خدت درس عشان اريح دماغي، عشان انا بصراحه ما كنتش لسه هدور على المنهج بتاعي فين وكده واقعد احاول احفظه. واخدت درس عندنا، خدت برضو عند مدرس عندنا في المنيا اسمه ايهاب شكل، هو شاطر قوي بس هو عندنا في المنيا يعني، وفيديو اونلاين لو حابين تاخدوا معايا. وبعد كده المواد بقى العلميه، نيجي عند الجيو عشان هي اسهل ماده. تقولي برضو ان الجيو عندها مشكله فيها. انا شايفه ان الجيو الصراحه مش محتاجه يعني، هي تتذاكر من ايرسكوم. كل حاجه حرفيا موجوده في ايرسكوم، او فايلات مس اماني حلوه برضو. مس اماني مجمعه الحاجات بتاعت ثانوي عام والحاجات بتاعت ايرسكوم، فهي حلوه قوي يعني، وفيها يعني اللي علينا وزياده. وايرثكم برضو مكفي وموفي بزياده. ولو بقى يعني حابين تاخدوا درس او انتوا مش بتفهموا من ايرثكم لوحديكوا، انا انصح الصراحه بمستر اسماعيل، عشان مستر اسماعيل بيشرح بشكل مبسط وبيشرح اللي علينا وبس يعني، مش محتاجين زياده عن كده. وبالنسبه للجيوفيزيكس والحاجات اللي زي كده، احنا على سنتنا السنه دي جابوا فيها سؤالين ثلاثه كده تقريبا، كانت جايين في امتحانات قديمه يعني، ما كانوش جايين حاجات كتيره فيها. فانا ما كنتش مديها حقها اصلا، وهي ما تستحقش ان هي تاخد اكتر من اللي مستر اسماعيل بيقول. تمام. طبعا اهم حاجه في الجيو، احنا الامتحان كله حرفيا حرفيا بدون مبالغه كان جاي كوبي بيست من الويب سايتس. هسيبها لكم في الكومنتس. تمام. مهمه جدا مهمه جدا، وانا ناويه ان شاء الله ان انا احلها يعني وانزلها محلوله بشرح. طبعا مش هيبقى شرح احسن حاجه يعني، بس ناويه ان انا احلها يعني ان شاء الله وانزلها هنا عندي على اليوتيوب. دول اهم ويب سايتس بجد، هما تقريبا 3 كده، وحاجه اسمها ميجا باكت. دول اهم حاجه في الجيو حرفيا. انتوا لو حفظتوهم ممكن تحلوا الامتحان من غير ما تذاكروا. ده كان امتحان السنه دي، انا مش عارفه السنه الجايه ان شاء الله هيعمل ايه يعني. ولكن ده كانت الجيو يعني، الويب سايتس كانت اهم من اللي انت تبقى مذاكر المنهج اصلا. ندخل بقى على البيولوجي. البيولوجي كبيره قوي قوي قوي، ومحتاجة ان الواحد يعني يمشي مع التتابع ال اوز. مش لازم تبقى ماشي بالظبط يعني، بس لازم تبقى ملاحق عشان لما هتيجي في البراكتيكال انت لازم تبقى مذاكر كويس. مستر يوسف نجاح كده كده البراكتيكال بيبقى سيشن فور فري للناس كلها. البراكتيكال مع يوسف نجاح هو اللي بيجي اصلا في الامتحان، فانصحكم جدا ان انتوا تدخلوا وتشوفوه يعني معاه وكده. اما بالنسبه لمين احسن مدرس للبيولوجي، فانا ستيل برضو مفيش اسماء معينه هقولها عشان تختلف من حد لحد يعني. كان في ناس كتير انتوا اكيد عارفينهم يعني بيدوا بيولوجي، فهي بتختلف من انسان لانسان. انا شايفه ان الانسان قادر يذاكر لوحده من كامبل وفاهم من كامبل يعمل كده وما ياخدش اي درس، عشان الدروس بتبقى لود يعني. انت بتاخدي بيبقى مثلا سيشنين في الاسبوع، بيبقى لود عليك اللي انت تشوفيهم، وبيبقى فيه بقى سيشنات مراجعه على حسب بقى المدرس اللي هتاخدي معاه. بتبقى لود. لو قادر تفهم لوحدك من كامبل اعمل كده. وكده كده الاسئله اللي جات لنا في الامتحان كانت اغلبها برده من على ويب سايتس. كان في اللي هو ام سي كيو بيزد اون بيولوجي حاجه كده، كان ويب سايت. اي ويب سايت هحط لكم اللينك بتاعه في الكومنتس تحت يعني. بيبقى جايب يعني، هما كانوا جايبين اغلب الاسئله من ويب سايتس. تمام. فهي بتعتمد برضو على الواحد يبقى حلل كتير من مصادر على الويب سايت، كويزلت وكويزس والحاجات دي. هما دايما بيجيبوا من الحاجات اللي هي بتبقى على الويب سايت ومش بتبقى بعيده قوي يعني، بتبقى غالبا الويب سايتس اللي بتيجي في الاول لما بنعمل سيرش على الكونسبت. فاهم حاجه ان الواحد يبقى حالل اكتر من هو يبقى مذاكر. ليه؟ عشان البيولوجي عندنا طويل اصلا، انت مهما ذاكرتوا ومهما عملتوا ستيل هتبقى كتيره موت، وممكن ما تلحقوش اصلا ان انتوا تخلصوها لا ان شاء الله تلحقوا تخلصوها.
ان شاء الله تلحقوا تخلصوها. بس الفكره إن قبل الامتحان احنا كان البيولوجي قبليه ليله واحده، شوفوا بقى هترجعوا ايه ولا ايه. فنصيحه، الانسان ممكن اطبعه كامبل. انا ما انصحش ابدا ان الانسان يقعد يلخص عشان هيتشل. اطبعه كامبل، ولو في نوتس قالها المدرس او في حاجه مهمه اكتبوها في الملخص ده او في الحاجه اللي انتوا طابعينها. ولو في حاجه مثلا صعبه او ميكانيزم معين مش تفتكروه، لخصوه في ورقه صغيره كده باصغر الكلمات وحطوه ولزقوه في الملخص ده. ليه؟ هتيجي ليله الامتحان مش هيبقى في وقت اصلا تتنفسوا. احنا كان عندنا يوم واحد وعندنا البيولوجي كله، سواء انفنتوري او سواء المنهج نفسه. فما كانش فيه حل اصلا غير ان احنا نمشي كده بعيننا على الكتاب ده. لو اصلا انا ما لحقتش ابص حتى على المنهج بصه واحده في ليله الامتحان. فلو في حاجه صعبه او تغلطوا فيها او دايما بتنسوها، اكتبوها في ورقه. دي اكتر حاجه هتدعوا لي عارفين عليها. اكتبوها في كشكول صغير، اللي هي اكتر الحاجات اللي بتلخبط او الحاجات اللي شبه بعض. اكتبوها في كشكول، هتعرفوا تشوفوها بسهوله بعد كده. طيب هنكمل بقى باقي المواد. بالنسبه للبايو، فانا قلت ان انا كنت باخد مع مستر يوسف نجاح. هو كان بالنسبه لي كويس يعني، كنت بفهم منه. بس في حاجات برضو كنت يعني بضطر انا اذاكرها لوحدي تاني او افهمها لوحدي تاني وكده. فنتطرق بقى للسؤال في النص. كان حد بيقول لي هو ممكن يعتمد على الشرح الدرس بس. فهي بتبقى الفكره بقى هو ان انت بتسمع الشرح من المدرس. مش لازم في كل المرات هتفهم. يعني انا احيانا كنت بسمع الشرح وما بفهمش، فساعتها لما كنت بضطر اعيده كذا مره. لما كنت بروح انا مثلا اقراه من كامبل، لا او اقراه من سورس على حسب دي ماده ايه، او كنت بسرش على اليوتيوب على فيديوهات ممكن تشرحولي تاني، او كنت بخلي حد من زمايلي يشرحولي او حد من اخواتي يشرحولي. فيعني مش لازم، يعني هو مش كل حاجه هيقولها المدرس انت ممكن تفهمها، في حاجات ممكن ما تفهمهاش. فساعتها هتضطر بقى انك تعتمد ان انت تدور الحاجه دي في مصدر تاني عادي يعني. هي الفكره ان الانسان ما ينفعش يبقى بيشوف المدرس بس وخلاص. لو ما فهمش خلاص هو ده اللي المدرس قاله، لا لازم الانسان يعني يشوف مصادر تانية ويشوف زمايله الباقيين برضو بيذاكروا الحاجه دي منين. احيانا بيبقى في دروس كده بتبقى صعبه يعني عند المدرس ده، بس بتبقى اسهل عند غيره او بتبقى اسهل لو ذاكرناها لوحدينا. يعني مفيش حاجه اسمها الواحد بيعتمد على الدرس بس. يعني لازم الانسان برضو يعتمد على الويب سايتس اللي على النت، بقى فيها حاجات كتير بتيجي. خصوصا كمان ان يعني ان مش تقريبا، يعني اللي اعرفه ان مش المدرسين بتوع الدروس هم اللي بيحطوا الامتحان. بيبقى يعني لو كلهم مش كلهم يعني اللي بيبقوا مسؤولين عن وضع الامتحان. بيبقى في ناس تانية برضو، او بيبقى في ناس اصلا غيرهم. فمش اللي انت تاخده في الدرس هو اللي هتلاقيه. فالمدرس بيبقى مسؤول ان هو يفهمك بس مش اكتر. فانت تقدر تستعين باي حاجه تانية تفهمك برضو. وطبعا اختيار المدرسين بيبقى بيختلف زي ما قلت من شخص لشخص. فده هتعتمد برضو ان انتوا ايه تجربوا، ممكن تجربوهم كلهم في الاول وتحاولوا تشوفوا مين كان انسب لكم يعني، او مين كان اكتر حد كنتوا فاهمين منه خلال السنه. طيب دلوقتي نروح لماده تاني اللي هي الفيزياء. طبعا الفيزياء ما بحبهاش خالص ومبعرفش اذاكرها، ويعني ما ببلعهاش اصلا. فعامه كنت باخد مع مستر مبروك عشان كنت بحس ان هو بيجمع لنا المنهج وبيبسطه قوي. فكان بالنسبه لي يعني احسن حاجه عشان أنا اصلا ما كنتش بحبها، ولو ما كنتش باخد درس ما كنتش ذاكرها اصلا. ف... فيعني حسيت ان ده كان احسن خيار يعني ممكن الانسان ياخده. خصوصا انا ما بحبش الفيزياء. ما اعرفش صراحه، لو حد يحب الفيزياء ممكن يجرب يذاكرها لوحده، بس انا ما كنتش هجرب حاجه زي كده يعني. بس برغم من ده يعني الانفنتوري في الفيزياء عادي كنت بذاكر لوحدي. ممكن كنت بشوف حاجات من على اليوتيوب، وكنت في حاجات بخلي حد من اخواتي يشرحها لي او كده يعني. فيديوهات اليوتيوب بتاعت ثانوي عام بتشرح اغلب الانفنتوري، وانا شايفه ان ثانوي عام مهمه قوي في الفيزياء عشان في حاجات كتير قوي بتبقى مشروحه بره بطريقه كويسه يعني. ممكن ساعات كنتوا تفهموها سواء سمعتوها عربي او سمعتوها انجلش. وحوار كتاب المعاصر مهم جدا بتاع الفيزياء، مهم موت، مهم خالص يعني. بيبقى فيه طبعا ممكن اصلا الانسان يذاكر من الكتاب بس. يعني انا في دروس ذاكرتها من الكتاب بس. بس هو الفكره ان السنه دي امتحان الفيزياء بتاعنا يعني ما اعتبرش ان هو كان فير شويه، عشان كان جايب حاجات من بره المنهج وكان مركز على الحاجات التافهه اللي محدش كان مركز عليها، وكان سايب الحاجات المهمه. يعني اغلب الحاجات الفيزياء اللي احنا ذاكرناها وقعدنا نضيع فيها وقت، مثلا الترانزستور والمagnetic والحاجات دي كلها يعني اتكروتت جامد في الامتحان او كانت جايه تعويض مباشر. والاسئله اللي كانش ليها لازمه بقى، او اللي احنا اصلا ما كناش مذاكرينها ومش عارفينها، او اللي جايه كوبي بيست من على الويب سايتس، هي دي اللي كانت كتيره شويه. فده كانت مشكله امتحاننا. فهو ما كانش يعتبر مقياس قوي. ولكن كمذاكره منهج الفيزياء، طبعا كل واحد في مدرسين تانيين انا يعني مش عارفاهم، بس يعني ممكن تشوفوا مدرسين تانيين لو انتوا يعني تفهموش المدرس اللي قلت عليه وكده، وتقدروا تذاكروا لوحديكوا برضو. او تشوفوا فيديوهات ثانوي عام بره. او كتاب المعاصر مهم جدا، لازم تشتروه يا جماعه، كتاب المعاصر بتاع الفيزياء.
بالنسبه للكيمياء بقى، حرفيا يعني الكيمياء اختلف على ناس كتير قوي. في ناس قالت ذاكروا لوحديكوا، انا عامه بحب الكيمياء وكنت بحب اذاكرها لوحدي. الامتحان بتاعنا جه كونسبشوال، كان معتمد ان الانسان فاهم الكونسبت وحلل عليه اسئله كونسبشوال اكتر ما هي حل مسائل. بالنسبه للمدرسين، بالنسبه للكيمياء بقى ففي كذا يعني مدرس، في مستر سيف ومستر عبد الله ومستر طه. بس انا شايفه ان الكيمياء الواحد يذاكرها لوحده، عشان مش عارفه اللي بيقدر يذاكر الكيمياء لوحده يذاكرها لوحده، عشان زي ما قلنا كده كل الواحد يقلل دروس كل ما يبقى اسهل عليه. يذاكرها من زومدل، عشان زومدل بيبقى فيه الحاجات الاساسيه، بيبقى فيه الحاجات الكونسبشوال، وبيبقى الاسئله عليه حلوه يعني بتخليك فعلا، خصوصا زومدل تيست بانك بتاكد لك فعلا هل انت فهمت وعرفت تحل ولا لا. وطبعا الويب سايت بتاع الاي بي كيمستري عشان بيجيبوا منه يعني، وبيبقى الافكار بتاعته كويسه برضو. اما بالنسبه لاختيار المدرس، فانا عامه جربت مس عبد الله في اول السنه، وجربت سيف، وجربت طه. انا شفت الثلاثه يعني، وكل واحد بيبقى ليه يعني تفضيل. يعني في زمايلي كانوا يعني كل زمايلي كانوا متقسمين على الثلاث مدرسين دول. انا حقيقي مش بنصح بحد بعينه، عشان كل واحد فيه عيوب وفيه مميزات، وكل واحد يعني المفروض تجربوه كده وتشوفوا مين الاحسن لكم. بس انا حسيت ان احنا يعني في مدرسين حلينا معاهم كتير قوي، اللي هو على المسائل الحل بالارقام وكده، في الاخر ما جاتش اصلا، يعني جاء اغلبها كونسبشوال. وفي مدرسين تاني كانوا بيركزوا على الحل وما كانوش بيهتموا بالشرح، فاللي هو انت اصلا ممكن تفهمش منه. وفي مدرسين تاني كانوا بيشرحوا وكده وكويس وكل حاجه، بس يعني مش قوي يعني، مش يعني تعتبر لم منهج قد ما هي شرح بالتفصيل، فمش تفهمه قوي. ف... فكل واحد فيكم يجرب مثلا التلاتة وكده ويحكم. بس انا شايفه ان كافضل شرح مستر سيف طبعا احسن شرح، ولكن هو بيبقى مطول قوي في الشرح باستفاضه. فلو حد ملوش خلق قوي في الكيمياء ممكن يزهق، او ممكن يتعقد شويه في حته ان هو بيبقى تفاصيل كتير 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 قوي، لدرجه ان ممكن لو الانسان فضل يغوص في التفاصيل دي ينسى البيج بيكتشر بتاعت الدرس نفسه. مثلا عبد الله كان بيحل كتير قوي 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 قوي، بس هو مش هيبقى شرح ديتيلز قوي زي مستر سيف، يعني ممكن بعدها تحتاجوا ان انتوا تقروا الكونسبت تاني من زومدل. اما بالنسبه المستر طه او دكتور طه، فالحل بتاع الاي بي بتاعه كان حلو قوي وكان كويس، هو موجود على اليوتيوب كلنا شفناه وكنا بنشوف ليله الامتحان، عشان يعني هو الاي بي بتاعه كان بيقول يعني هو بيجي في الامتحانات وكده يعني. ف... فدي كانت حاجه حلوه يعني ان احنا كنا بنشوفها ليله الامتحان. اعتقد كده يعني انا قلت كل المواد تقدروا تذاكروها منين والمدرسين وكده، وفي الاخر هي بتبقى تفضيلات من شخص لشخص يعني. انا كده تقريبا جاوبت على معظم الاسئله اللي لها علاقه بالمواد والمدرسين. و في البيولوجي انا كنت عايزة في حاجه، كان في مدرس برضو اخو زميلنا، اللي هو مستر صمويل او دكتور صمويل. زمايلي برضو كانوا بيمدحوا فيه وان شرح بيبقى مبسط. فيعني وفي برضو مستر ابانوب، فبيبقى فيه خيارات كتيره تقدروا ان انتوا تشوفوا وتقارنوا، عشان بجد يعني انا مش عارفه اقول لكم كان ايه الاحسن، عشان ده بيختلف من شخص لشخص. انا كل زمايلي كان ليهم راي مختلف عن التانيين يعني، بس انا عن نفسي كنت باخد زي ما قلت لكم عند مستر يوسف نجاح. بالنسبه بقى سؤال مهم قوي مهم قوي، اللي هو سؤال اليو ار تي. يا جماعه اليو ار تي نبدا ازاي ونحل ازاي وكده؟ فعامه اهم حاجه في اليو ار تي يعني هو بيعتمد اكتر حاجه على مستواكم في الانجليش عامه. فلو اي حد مستواه ضعيف يحاول ان هو يحسن مستواه بسرعه بسرعه. ازاي بقى يحسن مستواه؟ يحاول ان هو يقرا كتير، يكتب، يسمع، يحاول يحفظ فوكاب او يتكلم مع حد. يعني انا مش عارفه، انا حاسه ان ده مش وقته قوي في بدايه سنه ثالثه، بس هو عامه تحسين الانجليش دي يعني حاجه هتفيد الانسان في حياته عامه بعد كده على طول. بس كسنه ثالثه يعني حاولوا ان انتوا تبداوا يو ار تي. مثلا الانجليش في كذا مصدر: English for everyone، كتاب practical faster reading مهم قوي، في كتاب برضو اسمه 500 passage باين based on English، في قطع برضو. ممكن تحلوا قطع الاي سي تي، بس انا بحس ان دي ليفل وحشه شويه يعني صعبه شويه. في اللي هو English everyone، في اللي هو read theory و read works، في كذا حاجه كده اللي هو يعني ممكن تحلوها قطع كتير قوي يعني. عامة دي بتبقى المصادر اللي احنا بنحلها، او يعني زي ما بيقولوا كده بنبصمجها، يعني هي غالبا اللي بتيجي منها، حتى لو هم غيروا الاسئله اللي فيها بس هي بتيجي من المصادر دي يعني. فلازم الواحد يبقى بيعرف ان يحاول هو يقرا بسرعه، دي اكتر مهاره
الانسان لازم يكتسبها. في موقع كده بيدرب الانسان هو يقرا بسرعه، عباره ان هو بيظبط عدد كلمات معينه هو عايز يقراها في الدقيقه مثلا ويعديها، فلاقي عينه بسرعه بتجري على الكلمات كده، فده بيسرع من القرايه. يعني ده كان من احد الابلكيشنز اللي انا كنت يعني بستخدمها كده وانا بتدرب على اس تي. او يحاول ان هو يظبط تايمر ويعني ويقرا بسرعه. من احد طبعا طرق القرايه بسرعه ان الواحد يقرا بعينه، مش يعني او يمشي صباعه بسرعه على حاجه فيعرف يقراها بسرعه. وان الانسان وهو بيقرا ما يقراش بصوت عشان ده بيخليه يقرا اسرع. لازم الانسان ان هو عمال اقول لازم الانسان كتير. المهم يعني ضروري ان انتوا تحاولوا تظبطوا تايمر وتشوفوا بتقروا قد ايه في وقت قد ايه. يعني مثلا انا فاكره البراكتيكال فاست ريدنج ده كنت بحاول احل القطعه بتاعته في 10 دقايق، كنت بحلها الحمد لله في 10 دقايق يعني. ده كان كويس يعني، ده كان رينج كويس ان القطعه بتاعت براكتيكال فاست ريدنج تحلها في 10 دقايق، وتبقى مثلا ناقص فيها 2 ولا حاجه او واحده كده يعني على حسب صعوبه القطعه. بس ده يعني بيبقى يعني حسيت ده اللي كان مطلوب شويه، ان الانسان يحاول يقرا بسرعه وفي نفس الوقت يستوعب. مش هتستفاد حاجه لما تقرا بسرعه وانت مش مستوعب. بالنسبه بقى للاستراتيجيز فيها فرايتيز كتير قوي. بس انا في الامتحانات مثلا زي عندنا الامتحانات اللي محتاجه قرايه زي البايو والجيو، حسيت ان من احسن الاستراتيجيز بالنسبه لنا خصوصا القطع اللي فيها دش كتير ان الانسان يقرا السؤال الاول ويرجع يدور عليه في القطعه. رغم ان انا في الاول لما حد قال لي يعني الطريقه دي قلت لهم لا يا جماعه، من على الاقل نعمل سكيمنج للباسج وبعد كده نرجع تاني نشوف الاسئله. بس في الامتحان الانسان اصلا حتى وهو بيعمل سكيم ما كنتش لاحقه ان انا احفظ المعلومات او حتى افهمها عشان كانت كتيره. وفي نفس الوقت انك تعملي دايره على اهم المعلومات ما حسيتش ان ده كان فايدني قوي في الاسئله. الاسئله كانت نوعا ما مباشره او كانت معتمده على المنهج. فحسيت ان كانت احسن حاجه فعلا ان الانسان يقرا السؤال ويرجع يشوفه من القطعه عشان حتى الانسان يبقى متاكد ان دي اجابه السؤال. من الحاجات برضو اللي فادتني عشان كنت بحضر اي تي وكده ان الانسان لما يشوف قدامه تايمر او يشوف وقت او وقت معين لازم يحل فيه على اسئله كتير، ان هو يعني زي ما بيقولوا كده ما يبانكش او ان هو يتوتر بسبب الوقت. يعني ان هو دايما يبقى شايف الوقت ان هو في صالحه او ان يعني ايه ان هو هيلحق يخلص. واهم حاجه فادتني عشان الناس سالتني عن التبس والتكست بتاعت اليو ار سي، اهم تب ان اي سؤال صعب اسكبه، اي قطعه صعبه اسكبها برضو عادي جدا. يعني لو في اي سؤال عصلج معاكو خلاص اللي بعده اللي بعده كده كده في الاخر كلهم عليهم نفس الدرجه، فمش تفرق. لو في قطعه كلها وقفت معاكو روحوا اللي بعديها. يعني مثلا في امتحان البيولوجي اول قطعه كانت رخمه اسكبتها رحت اللي بعدها لقيتها مش عجباني سبت البيولوجي كلها رحت للجيو فاهمين. فاللي هو الانسان يعني يحاول ان هو يمشي حاله ما يعصلكش على سؤال او على قطعه، حتى القطعه كلها لو مش عارفين نحلها طز يعني هي قطعه مش مشكله. بس هي الفكره ان الانسان ما يضيعش الامتحان كله على حساب سؤال او على حساب قطعه. دي من اكتر حاجه ممكن بجد تفيدكم جوه الامتحان عشان الانسان هيندم جامد قوي لو ضيع الامتحان كله عشان قطعه او عشان سؤال، هيبقى قمه في الغباء يعني. ودي كانت من اكتر الحاجات اللي اتعلمناها في الاي سي تي. اي سؤال صعب نروح للي بعديه على طول. لما بترجعوا له تاني مره بتلاقوا نوعا ما مثلا بتبقوا حليتوا كتير من الامتحان فما بتبقوش خايفين من الوقت، فبيبقى مخكم يعني صافي اكتر من الاول بتعرفوا تفكروا فيه وممكن تجيبوه يعني. وده عامه حاجه ممكن تمشوا بيها في كل الامتحانات سواء تي وسي او يو ار تي. الامتحانات عامة بتبقى محتاجة تركيز، وشهر الامتحانات بيبقى حاجة والمذاكرة اللي قبل كده بتبقى حاجة تاني، وانت نفسك جوه اللجنة بتبقى حاجة تالتة خالص اصلا يعني. من اهم الحاجات ان الواحد في اللجنة يبقى يعني مركز ومش خايف. الاغلب الاسئله ما بتبقاش صعبه بس هي بتبقى محتاجه بجد حد مركز جدا. يعني انا غلطت في حاجات كتير قوي 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 بسبب ان انا مثلا ما كنتش مركزه او ان انا كنت مركزه على الاسئله الصعبه وسايبه السهله. محدش يعمل كده. حاولوا انتوا تبقوا داخلين الامتحانات، انا شايفه ان ده بدري شويه ان انا اكلمكم عن الامتحانات، فممكن ابقى اكلمكم عليه في فيديو تاني يعني هيبقى احسن من دلوقتي. حاليا هجاوب على باقي الاسئله اللي الناس بعتها لي في الفورم. طيب يا جماعه في سؤال حلو قوي اللي هو بيقول لي هل درجات الكورسات مؤشر لنتيجه اخر السنه؟ فمش عايزه ارد على السؤال ده بجد عشان درجات الكورسات يعني بالنسبه لنا مش اي لازمه عشان اصلا ما كنتش بدخل الامتحانات حتى. انا من كتر ما كنت متاخره ما كنتش بدخل امتحانات الدروس دي يعني تقريبا ما دخلتهاش. انا مش فاكره انا دخلت امتحانات في ميعادها ابدا غير باين امتحان الاورجانيك. أنا مش عارفه كنت بذاكرها اول باول، لكن انا تقريبا ما كنتش بدخل الامتحانات دخلتهم كلهم في اخر السنه. ده لو كنت دخلتهم كلهم اصلا في امتحانات حتى من اخر السنه ما دخلتهاش. فيعني انا ما كنتش قدوه صالحه في الجزئيه دي يعني. بس انا شايفه ان هي مش مؤثر وملهاش اي علاقه اصلا. عشان اقول لكم ان احنا الواحد كان بيذاكر حاجه وبيحل حاجه والامتحان بيبقى يعني في حاجات برضو مختلفه يعني مش كل اللي هتذاكره هتلاقيه فالدرجات ملهاش اي لازمه. بالنسبه للمينيمم الحاجات اللي تخلصها في الاجازه
او مفيش حاجه معينه تخلصها في الاجازه، بس حاولوا ان انتوا يعني وانتوا بادئين السنه تبقوا ماشيين مع المدرسين اللي تاخدوا عنهم، بحيث ما لما تدخلوا ما تتاخروش. اصلا حاجه ان الواحد يقعد يرقم سيشنات عشان بيتخنق، فحاولوا ان انتوا تبقوا ماشيين معاهم واحده واحده، عشان ما تضغطوش نفسكم يعني وكده. بس الانسان مهما اتاخر هيلحق، يعني هي دي الفكره لازم تعرفوها وتحفظوها صم، ان مفيش حاجه اسمها انا متاخر. انت مهما اتاخرت هتلحق، مهما اتاخرت هتلحق في وقت. السنه طويله بس مش لدرجه ان انت تتمرقع. بس يعني متنقعش يتمرقع عادي، احنا اتمرقعنا كتير، رحنا رحله الفيوم وعملنا كل اللي احنا كنا عايزينه. بس وكانت السنه برضو ستيل طويله. ف يعني بس مش لدرجه ان انتوا تضيعوا الوقت كله، لا يعني ذاكروا بس، يعني امشوا كويس في الاول وبريتم كويس، ما تضغطوش على نفسكم من الاول عشان تزهقوا. اي حد بيضغط على نفسه من بدايه السنه بيجي على النص وبيتعب او بيحس ان طاقته خلصت. فلا، ما تعملوش كده، ابداوا على الهادي وعلى الخفيف. وبالنسبه بقى للتايم لاين بتاع السنه، او حد كان بيقول لي نمشي السنه ازاي وايه اللي نعمله دلوقتي في الاجازه. دلوقتي في الاجازه حسنوا الانجليش بتاعكم. اصلا انتوا اوريدي بداتوا، انتوا دلوقتي مش في الاجازه، انتوا بداتوا دروس. فامشوا مع الدروس، خليكم متابعين معاهم، ذاكروا معاهم اول باول، واعرفوا اللي هتلخصوا الماده مثلا هتلخصوها. مثلا الكيمستري انا بحب ان هي تتلخص، انا شايفه ان هي تتلخص في كشكول، دي احسن حاجه. الفيزيكس هكذا تلخص في كشكول. البيولوجي تطبعوا الحاجات. الجيو تطبعوا ايرث كام او تلخصوا شويه حاجات في كشكول. عشان هو وممكن تجيبوا كتاب ثانوي عام لو عارفين، عشان هو اغلب اصلا الجيو موجوده في ثانوي عام برضو بره. بالنسبه لليو ار تي فانتوا ابداوا واحده واحده، ابداوا حلوا في انجلش ايفري مثلا ممكن باسج كل يوم. آه وهكذا في المواد العلمي حاولوا مثلا تبداوا حلوا شهر جابر. بس انا عامه بشوف ان حل الحاجات بتاعه ستيم اللي هي المصادر اللي احنا عارفينها في اليو ار تي، شايفه ان هو يتساب للاخر. عشان يعني حتى لو الانسان هيبقى عايزهم، يعني لو هتيجي هي انتوا محتاجين تبقوا باصين عليها ليله الامتحان او تبقوا حافظينها في ليله الامتحان. فانتوا ممكن تحلوها على مدار السنه وفي ليله الامتحان تشوفوها مثلا، او ليله الامتحان تبصمجوها لو انتوا ملحقتوش تحلوها في اول السنه. يعني دي فكره تاني برضه الناس اللي بتزنق نفسها زي. بالنسبه للمينيمم الحاجات اللي المفروض تبقوا مخلصينها، هو مفيش حاجة معينة، بس انتوا ممكن تخلصوا النحو. عشان لما تخلصوا النحو بدري تدخلوا جوه بيبقى اسهل بالنسبة لكم، تقدروا تحلوا عليه، يعني تقدروا تحلوا عليه طول السنة. بس هو يعني لو صعب ان الانسان يخلص النحو من دلوقتي، يحاول يعني لو على حسب كل واحد ومستواه. يعني لو انسان ضايع في النحو لا يبدا نحو، يحاول يخلصه قبل ما تبدا السنه كمان. لو واحد مستواه كويس عادي ممكن يمشي مع السنه، مش هيحصل حاجه. بالنسبة للإنجليش فحاولوا تخلصوا، أو مش هتلحقوا تخلصوا، بس حاولوا تبدأوا في كلمات أب ستريم واحفظوا كل يوم 20 كلمة. يعني دي من أكتر الحاجات اللي كانت مهمة في أب ستريم. عشان سهلت في الآخر الإنسان مبقاش عليه كم كبير، يعني كلمات السايكل وكلمات أب ستريم وكلمات هلو كمان نعدوا عليها يعني، والإيديومز والحاجات دي عشان مفيدة يعني مهمة. وخصوصا حاجات هلو برضو، يعني احنا سنتنا السنة دي جه كتير قوي من هلو بره، سواء جرامر أو سواء الإيديومز والكلمات وكده. مفيش حاجه معينه اقدر اقولك انك لازم تبقي داخله مخلصاها، عشان مفيش اي حاجه ممكن تبقي داخله مخلصاها يعني. عادي يعني ابداوا بس ذاكروا وامشوا مع مدرسين. مفيش حاجه مينيمم ان انت تخلصيها او كده يعني، مفيش. طيب كان في سؤال بيسالني عن تايم لاين بتاع السنه. مبدئيا انتوا هتبداوا تقريبا لغايه شهر 2 بيبقى تسخين، يعني بنعتبره كله زي بعض. يعني اللي ذاكر جامد زي اللي مذاكرش قوي، بيبقوا تقريبا كلكم بتتساووا لغايه شهر 2. بتبقي محتاجين بس يعني ان انتوا يعني تبقوا واخدين فكره كويسه عن المنهج. عرفتوا بقى في شهر 2 ده خلاص، لا تبقوا عرفتوا بتذاكروا ازاي وتذاكروا منين و... وعرفتوا بتحلوا منين ايه اللي احسن طريقه تنفع تذاكروا بيها، والوقت المناسب ليكوا. يعني شهر اللي مش عارف الحاجات دي بعد شهر 2 يعني بيتاثر. يعني لازم الحاجات دي تبقوا عارفينها خلاص. يعني عدى شهور كتير لغايه شهر 2، وخلال شهر لغايه برضو شهر 1 او 2 بتبقوا مشغولين في الكاب. الكاب متدوش اكبر من حجمه، محدش يدي كاب اكبر من حجمه. عشان يعني حاولوا تكروتوه بس مش قوي، يعني اكتبوا البوستر بضمير واعملوا الحاجات دي بضمير، بس مش زي اولى وتانية خالص. عشان يعني هو ما يستحقش كل ده، هو في الاخر عليه 20 درجه. وغالبا يعني بيبقى المقيمين بيبقوا نوعا ما متساهلين شويه عشان عارفين احنا في تالتة ومشغولين وكده. اقترح في تقسيم الكاب ان انتوا تقسموا بعض، بحيث يبقى كل جروب فيه حد فاهم في البرمجة، عشان ده هيسهل عليكم كلكم. ويبقى فيه حد تاني بيعرف يكتب انجلش او شاطر في الانجليش، وبيبقى فيه حد يعني بيعرف يدير شوية وكده. عشان التقسيمة دي يعني حسيتها كانت احسن حاجة، عشان بيبقى كل واحد ليه تاسك وليه حاجات بيعرف يعملها. يعني ما تختاروش ناس كلها مثلا فاهمة في الانجليش وما لهمش كلهم في البرمجة. وكده كده في سنة تالتة احنا كلنا بنساعد بعض، يعني ما كانش في حاجة اسمها ان التيم ده بيعرف يبرمج وده ما بيعرفش، فده تيم مش هيغرق وده تيم مش عارفة
هيطلع وكده، لا احنا كانت كل التيمات بتناقش مع بعض، بنسال بعض جايبين الماتيريالز منين، بنساعد بعض لو حد مش عارف. احنا حرفيا ليله التسليم كلنا كنا بنساعد بعض في ازاي مثلا نكتب الريزلتس وازاي نطلع الحاجات. يعني كان في مساعده كبيره قوي عندنا في المدرسه يعني. فمن اهم الحاجات بجد ان انتوا تساعدوا بعض يا جماعه، عشان في الاخر كلكم تقفلوا الكاب يعني يعني ما فيش حد هيجي على حد لو ساعده. وكنت بالنسبه دي يعني كنت حابه اشكر زمايلي اللي كانوا بيساعدوني في الكاب، زمايلي البنات اللي كانوا مساعدين ان انا اوصل البورده والحاجات دي، شروق وشيماء وعامه كل زمايلي البنات اللي كانوا بيساعدوني يعني. حابه اشكرهم بجد، اشكر تيم الكاب بتاعي ايه وشيماء برضو. وحابه اشكر برضو زمايلي الولاد اللي كانوا ساعدوني في الكاب، رفاعي وزياد ومعاذ. شكرا يا جماعه ان انتوا كنتوا بتساعدوني في الكاب، عشان يعني لولا الله ثم انتوا انا ما كنتش هعرف اخلص البروجكت بتاعي. فحاولوا ان انتوا تساعدوا بعض بجد، عشان يعني كلكم تنجحوا في الكاب وكده، وما تدولوش وقت كتير عشان هو مش مستاهل. بس بعد كده بقى هنكمل باقي بعد كده بقى بعد الكاب بيبقى فيه غالبا البراكتيكال. زي ما قلت المدرسين عندكم هيشرحوا لكم البراكتيكال، حاولوا انتوا تذاكروه كويس قوي. البراكتيكال بيبقى متعب، انا ما كنتش اتخيل ان البراكتيكال بيبقى صعب كده، بس احنا بذلنا فيه مجهود كبير. هو ما كانش صعب قوي بس احنا بذلنا مجهود كبير قوي يعني. كل ماده كنا بنحاول ان احنا يعني نحفظ كويس قوي ايه اللي هنكتبه، ونفهم ايه التجربه، ونعيدها مره واثنين وثلاثه عشان ما يبقاش في مجال للاخطاء يعني، خصوصا ان درجاتها المفروض يعني الواحد يضمنها وكده. فالبراكتيكال بتذاكروا له جامد قوي قبلها يعني في ليله الامتحان او قبلها باسبوع، بتحاولوا تروحوا تعملوا التجارب وكده وخلاص يعني. مش اكتر من كده. وبعد كده بقى هتلاقوا ان انتوا خدتوا اجازه نص سنه. اجازه نص سنه انا عامه سافرت اتفسح فيها عادي، وفي ناس كتير قوي كانت بتلعب، في ناس كانت بتذاكر، بس انا عامه كنت مع ان الواحد يلعب، عشان غالبا اجازه نص سنه دي بتبقى اخر فرصه ان الواحد يلعب فيها. يعني انا كنت متاخره برضو كده ومزنوقه في المنهج، بس يعني انا ما اعرفش، هو كل واحد قدراته مختلفه، بس انا كنت شايفه ان انا كنت عايزه اتفسح فيها، عشان بعد كده اللي جاي كان زنقه قوي بالنسبه لي انا كمان، عشان كنت عليا كميات كبيره قوي مش مخلصاها. فكنت في جانب ان احنا الواحد يتفسح ويخرج اكتر من ان هو يقعد يذاكر يعني. ممكن الانسان يعمل بالانس يعني، يبتدي في اولها يخرج وبعد كده يبتدي ان هو يذاكر جامد بقى وكده. من هنا بقى بيبتدي الجد جد بجد يعني. الواحد بقى بيبتدي ايه، يشوف بقى المواد ويمسكها ويشوف ايه اللي ناقصه وايه اللي هو كان بيعمله من اول السنه غلط، وايه الحاجات الطرق المذاكره اللي ما كانتش كويسه بالنسبه له، وايه الحاجات اللي مش حل عليها كويس، وايه الحاجات اللي مش فاهمها، وبيبتدي يعمل كده جداول هو فين من الدنيا. ده بيبدا الجد بقى من شهر 2، وتشوفوا اليو ار تي وصلتوا فين، مستواكم عامل ازاي، بتحلوا القطعه في كام دقيقه. هنا بقى بيبتدي ان انتوا تحاسبوا نفسكم بجد من شهر 2 3 و4 و5. دي بتبقى اهم شهور في السنه، واللي بجد بتحدد المجموع اللي انتوا بتجيبوه. بتشوفوا انتوا فين مع المدرسين او فين لوحديكوا، وبتحاولوا ان انتوا تحلوا وتذاكروا كده. اهم حاجه بجد ان انتوا تبقوا مخلصين المنهج والانفنتوري قبل قبل شهر الامتحان، قبل شهر المراجعه. شهر المراجعه ده يبقى الشهر اللي قبل شهر الامتحانات. حاولوا انتوا تبقوا مخلصين الانفنتوري والمنهج، ضروري ضروري ضروري، عشان انا اتزنقت وما كنتش مخلص الانفنتوري. بس مهم جدا الانسان يبقى مخلص الانفنتوري والمنهج قبل شهور المراجعه، سواء مراجعه مع مدرسين او مراجعه لوحديكوا، عشان دي بتفرق جدا. عشان وانت داخل تراجع بتبقى داخل عايز تحل، فلو انت مش مذاكر ده بيعطلك. فالانفنتوري انا شايف ان هو يتذاكر في الاخر، في اخر مثلا الشهر اللي قبل شهر المراجعه. ده بيبقى حاجه كويسه، عشان يعني بيبقوا اصلا انتوا المفروض مذاكرينهم في اولى وتانية قبل كده. لو مش مذاكرينهم في اولى وتانية قبل كده، حاولوا انتوا تبداوها شهر كمان بدري، عشان هيبقوا محتاجين مجهود، خصوصا بتوع الفيزياء والكيمياء وكده يعني. لو مذاكرينهم قبل كده فالموضوع ان شاء الله هيبقى سهل عليكم يعني. وفي برضو انفنتوري فايلات شهد البيطار تقريبا حلو قوي برضو في البيولوجي في الانفنتوري يعني. وثانوي عام حلو في الجيو. وموقع مهم قوي 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 فيزيكس كلاس روم. فيزيكس كلاس روم جاي من عنده 3 قطع في اليو ار تي الفيزيكس السنه دي عندنا، مهم جدا. هما تقريبا 12 قطعه، احفظوهم صم يا جماعه قبل تدخلوا الامتحان، احفظوهم صم. فدي حاجات مهمه قوي برضو لازم تبقوا عارفينها. هتيجوا بقى بيبقى في شهر، وبعد كده شهر المراجعه ده، وبعد كده يبقى شهر بقى ايه الامتحانات. شهر المراجعه ده غالبا بيبقى فيه البراكتيكال بتاع الترم التاني برضو.